صباح الفل او مساء الفل على حسب انت بتشوفني امتى. في سنة 2026 دي وسط الغلا وضخم وضغط السوشيال ميديا، خليني اسألك سؤال بيطير النوم من عقلك كل يوم بالليل. هو انا ليه مهما قبضت ومهما عملت فلوس بحس في الاخر اني واقف مكاني؟ ليه الفلوس بتطير؟ وليه جيلنا بالذات جيل التسعينات وانت طالع عايش في رعب دايم من بكره، حاسس انه عايش في سباق ملوش نهايه؟ النهارده في بين السطور انا مش جاي اقول لك ازاي تستثمر في البورصه، ولا جاي اديك معادله رياضيه في الاقتصاد. انا جاي اصدمك بكتاب غير مفاهيم الملايين في العالم، كتاب سيكولوجيه المال. المحلل المالي العبقري مورجان هاوسل بيقول لك جمله في اول الكتاب بتلخص كل اللي هنقوله النهارده: الذكاء المالي مش علم كمبيوتر او رياضيات. النجاح المالي هو مهاره ناعمه، السلوك فيها اهم من ذكائك ب100 مره. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون عبقري واخد دكتوراه في الاقتصاد من اكسفورد ومع ذلك تفلس وتموت مديون، وفي نفس الوقت ممكن عامل نظافة ما يعرفش اصلا يعني ايه تضخم يموت ومعاه ملايين الدولارات. تعالوا احكي لكم القصه دي عشان تفهموا الفخ اللي احنا واقعين فيه. هاوسل بيقارن في كتابه بين شخصيتين حقيقيين. الشخصيه الاولى اسمها ريتشارد، ده راجل اتخرج من جامعه هارفارد وكان نائب رئيس شركه ميريل لينش العالميه. راجل كان عبقري في الاقتصاد ومعاه ملايين الدولارات، كان بيصرف ببذخ مش طبيعي لدرجة انه اشترى قصر كبير جدا ووصل ان هو حط فيه 11 حمام، وكان عمال يجدد في القصر ده بقروض مرعبة. وفي سنة 2008 لما حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية، الراجل ده أعلن إفلاسه تماما، والقاضي حجز على كل أملاكه وما بقاش لاقي ياكل فعليا. في نفس الوقت ده كان في راجل تاني اسمه رونالد ريد. رونالد ده راجل بسيط جدا، اشتغل 25 سنة في حياته في محطة بنزين و17 سنة عامل نظافة في جراج. ما كانش معاه شهادة وما كانش بيفهم في الاقتصاد المعقد. كل اللي كان بيعمله ان كان بيعيش ببساطة، وكان بيشتري اسهم في شركات ناجحة وينساها لسنين. لما رونالد ريد مات في سنة 2014 العالم كله اتصدم. الراجل ساب ثروة تقدر ب 8 مليون دولار، وكتب في وصيته انه يتبرع ب 6 مليون دولار منهم للمستشفيات وللمدارس المحلية. السؤال هنا: ازاي عامل النظافة يغلب نائب رئيس بنك هارفارد في لعبة الفلوس؟ الإجابة: السلوك. ريتشارد كان عبقري بس سلوكه المالي كان غبي وجشع، ورونالد كان بسيط بس سلوكه المالي كان عبقري وصياد. الفلوس يا جماعة هي اللعبة الوحيدة اللي ما فيهاش كبير في العالم، والوحيدة اللي السلوك والنفسية بيكسبوا فيها في الآخر. ندخل بقى في الحتة اللي بتوجع جيلنا شويتين. مورجان هاوسل بيفجر قنبلة نفسية، بيقول لك إن في فرق ضخم جدا بين إنك تكون غني المظهر وبين إنك تكون ثري حقيقي. بس للأسف السوشيال ميديا خلتنا نخلط بين الاتنين وعامت عيوننا. غني المظهر هو اللي بيقبض مرتب كبير او جاله قرشين فجري فورا جاب بيهم عربيه BMW او مرسيدس، او جاب ايفون بالقسط ومكسر ظهره، او بيروح يسهر في اماكن يدفع فيها الاف عشان اللقطه والستوري على الانستا والواتس. هاوسل بيقول لك لما تشوف واحد راكب عربيه ب3 او 4 مليون، المعلومه الوحيده الاكيده بنسبه 100% اللي تقدر تعرفها عنه هو ان حسابه في البنك اقل 3 او 4 مليون جنيه، او انه عليه اقساط هيفضل عايش بيها لمده 10 سنين قدام. احنا بقينا نقيس غنى الناس باللي بيصرفوه، وده غباء مالي لانك بتشوف المظاهر بس ما بتشوفش الديون او الالتزامات اللي ورا المظاهر دي. اما بقى يا صديقي الثري الحقيقي فهو ما لا تراه. الثراء هو الفلوس اللي في البنك اللي لسه ما اتصرفتش. الثراء هو الاصول، العقارات، الاسهم، الامان المالي اللي بيخلي صاحبه نايم وحاطط في بطنه بطيخه صيفي. الثراء يا صديقي هو القوه الصامته. المشكله الحقيقيه في جيل التسعينات وانت طالع ان احنا بقينا جيل مستهلك بدافع البرستيج النفسي. الواحد مننا بيحس بالدنيا لو ما معوش احدث تليفون او مش لابس براند معين، فبقينا نضحي بالثراء الحقيقي المستقبلي في سبيل المنظره اللحظيه. الكاتب بيقول لك اسرع طريقه لزياده ثروتك هي مش انك تزود دخلك، اسرع طريقه هي انك تقلل الانا بتاعتك، الانانيه. طول ما انت عايش عشان تبهر ناس اصلا مش مهتمين بيك، وطول ما قيمتك النفسيه مربوطه بموبايل معين او عربيه معينه، فالمعادله واضحه: انت محكوم عليك تفضل مطحون في الساقيه طول عمرك. تعالوا نسال نفسنا سؤال فلسفي شويه: هو احنا بنسعى ورا الفلوس اصلا ليه؟ عشان نشتري قصر ولا عشان نسافر؟ مورجان هاوسل عمل دراسه واسعه جدا ولقى ان اعلى درجه من درجات السعاده والرضا النفسي عند البني ادم مش انه يملك اشياء فخمه، بل انه يملك الوقت بتاعه. اعلى قيمه للفلوس والهدف الاسمى للذكاء المالي هو انه يديك الحريه في انك تصحى الصبح تقول انا اقدر اعمل اللي انا عايزه النهارده مع الناس اللي بحبهم
وفي الوقت اللي انا عايزه. عاوزك تبص حواليك دلوقتي، كام شاب النهارده بيقبض مرتب محترم جدا وشغال في شركه انترناشونال، بس دايما تلاقيه عايش في ضغط عصبي وعمال ياخد مهدئات ومش بيشوف اهله وتحت رحمه مديره اللي بيذله كل يوم. الراجل ده رغم ان مرتبه كبير هو في الحقيقه عبد للوظيفه وعبد للاقساط اللي عليه. ليه؟ لان ما عندوش امان مالي يسمح له يقول للمدير لا، ويقعد في بيته 6 شهور لحد ما يلاقي شغلانه تانية تحترم ادميته. لما تزنق نفسك في ساقية المظاهر والديون، انت للاسف مش بتشتري حاجات حلوه، انت في الحقيقه بتبيع وقتك وحريتك بالقطاعي. الكاتب بيقول ان وجود مبلغ مالي متحوش في البنك حتى لو مش بتستثمره بيديك ميزه نفسيه مرعبه اسمها مساحه المناوره، بتخليك تستنى فرصه شغل احسن من غير ما تكون مجبر توافق على اول حاجه هتجيلك، سواء بقى تحت ضغط الجوع او ضغط قسط العربيه او ضغط قسط الموبايل. بيخليك لو تعبت تقدر تاخد اجازه شهر تعالج نفسك فيها من غير ما تتراقب ان بيتك يتخرب. ده الثراء الحقيقي، انك تملك قرارك، مش انك تمتلك ساعه رولكس وانت مش عارف تنام بالليل من كتر القلق. طب تفتكروا ازاي الناس التقيله دي قدرت تبني الثروات الضخمه دي؟ هل بضربه حظ؟ هل لانهم بيلاقوا فكره بمليار جنيه من يوم وليله؟ مورجان هاوسل بيشرح الفكره بمفهوم عبقري اسمه التراكم المالي. وارين بافيت، كل الناس عارفه ان ثروه وارين بافيت النهارده تعدي ال 100 مليون دولار، وكل الشباب بيحاولوا يقلدوا طريقته في الاستثمار. بس هاوسل بيكشف سر صادم جدا في الكتاب، بيقول لك عارفين السر الحقيقي للثروه دي ايه؟ السر هو الوقت مش الذكاء الاستثماري بس. وارين بافيت بدأ استثماره من وهو عنده 10 سنين، ولما وصل لسن ال 50 سنة كانت ثروته حوالي 300 مليون دولار. متخيلين؟ من 10 سنين لحد 50 سنة عمل 300 مليون، لكن باقي ال 100 مليار عملهم بعد ما عدى سن ال 50 وال 60. ده اللي بنسميه في البيزنس تأثير كرة التلج. كرة التلج في الأول بتبدأ صغيرة جدا، لما بتدحرجها ما بتشوفش وقت، بس مع الاستمرارية حجمها بيكبر بشكل غير عادي وبتاكل الأخضر واليابس. احنا مشكلتنا كجيل اننا جيل الفاست فود، جيل السوشيال ميديا اللي عايز كل حاجة دلوقتي فورا. عايزين نفتح مشروع يكسب ملايين من أول شهر، عايزين نشتغل في المبيعات نقفل تارجت بالملايين من أول أسبوع، عايزين نحوش نلاقي ثروة معانا بعد شهرين. الكاتب بيقول لك الاستثمار الناجح والذكاء المالي هو عامل زي زراعة شجرة بالظبط، مش هتقعد تسقيها النهارده وتطلب منها بكره تضلل عليك وتديك ثمرات. السر في الاستمرارية والثبات والنفس الطويل. الأغنياء الحقيقيين مش اللي بيكسبوا كتير في يوم واحد، الأغنياء هم اللي بيعرفوا يحافظوا على استقرارهم المالي أطول فترة ممكنة من الزمن. طيب كلام جميل ومحترم، وأكيد أنت دلوقتي بتقول لي يا عبد الله الكلام ده في الكتب حلو، بس أنا على أرض الواقع أعمل إيه بالظبط عشان اطلع من الساقيه دي؟ اسمع مني الخلاصه اللي هتغير حياتك لو نفذتها بحذافيرها. 4 قواعد ذهبيه تطلع بيهم من الفيديو ده وتطبقهم باللحظه دي. اول حاجه، من النهارده قبل ما تطلع الفيزا عشان تشتري اي حاجه اقعد مع نفسك 3 دقايق بس واسال نفسك سؤال واحد: انا بشتري الحاجه دي عشان انا محتاجها وبتسهل حياتي فعلا، ولا بشتريها عشان ابان جامد وناجح قدام الناس في الشغل في الستوري؟ لو الاجابه عشان الناس، سيب الحاجه دي فورا وما تدفعش فيها جنيه واحد. صدقني الناس ما بتفكرش فيك اصلا، كل واحد مشغول بمشاكله ومحدش هيشيل عنك قسط لو اتزنقت. تاني حاجه، حوش مش عشان حاجه. احنا اتربينا على ثقافه غريبه جدا، هو ان احنا بنحوش عشان نشتري حاجه. احوش عشان اجيب موبايل، احوش عشان مقدم عربيه، احوش عشان اتجوز. الكاتب بيقول لك اكبر ذكاء مالي هو انك تحوش مش عشان حاجه. يعني ايه؟ يعني شيل جزء من دخلك الشهري، شيله على جنب وانساه تماما. الجزء ده مش مسموح يتصرف في اي كماليات. الفلوس دي متشالة لهدف واحد: شراء الأمان النفسي والحرية. الفلوس دي هي اللي هتحميك من غدر الزمن، وهي اللي هتخليك تاخد قرارات كبيرة في حياتك وانت مش مرعوب. تالت حاجة، اتقن مهارة الاكتفاء. أخطر فصل في الكتاب بيتكلم عن ناس معاهم مليارات ضيعوا كل ثرواتهم ودخلوا السجن لانهم ما كانش عندهم نقطة نهاية، ما كانش عندهم كلمة كفاية. الجشع هو اللي بيخرب البيوت. لازم تحط لنفسك خطة واضحة. ايه هو حد الكفاية بتاعي اللي يخليني عايش مستور ومأمن مستقبلي؟ لما توصل للحد ده ابدأ ركز على الاستقرار وانك تحصن نفسك، مش المغامرة الغبية اللي تخليك تعملها تخسر كل اللي عملته واللي كنت ممكن تعمله. رابع حاجة، استثمر في نفسك كأصل بيجيب لك فلوس. طول ما انت بتطور من نفسك في مهاراتك البيعية وبتفهم في العلاقات البشرية وبتتعلم ازاي السوق بيتحرك، انت بتكبر الاصل الحقيقي اللي مفيش تضخم يقدر عليه، اللي هو مخك.
يا جماعة اللعبة مش انت بتقبض كام، اللعبة هي انت بتتصرف ازاي في اللي بتقبضه. كتاب سيكولوجية المال مش مجرد كتاب تقراه، ده طوق نجاة لأي حد عايز يعدي من الأيام دي على خير. أنا مش عايزك تشوف الفيديو ده وتعديه كأنه تسلية، أنا عايزك تقفل الفيديو ده وتطبق فورا الأربع حاجات اللي قلتهم لك في الفيديو. ولو انت من الأبطال اللي كملوا معايا الفيديو للآخر فانت عاوز تغير حياتك بجد. لو حاسس انك استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وتكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة كنت بتضيع عليها فلوسك. انا عبد الله فتحي واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.